عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم ان شاء الله كما تشوفوا مش نعملوا عبيد سوفلي بالدجاج بعجينة قطنية خفيفة تعمل 66 كيف نودكم وما نشهيكم. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وتوا نبدأ. خذيت طنجرة حطيت فيها شوية زيت، خذيت بصلة كبيرة وقصيتها كما تشوفوا هكا مكعبات ونخليوها تتقلى مليح حتى لين يذبلك البصل. وبعد لان هني خذيت 500 غرام صدر دجاج وقصيته مكعبات شويتين، فوحته بشوية كركم شوية كليل شوية زنجبيل والملح بطبيعة الحال ما نسوش الملح. لاني حطيت شوية هريسة تفوحوا برشا الهريسة العربي. نخلط المكونات الكل ونغطيوه ونخليوه يطيب شويه كدجاج. بعد ما طاب شويه خذيت كعب قرع اخضر وقصيتها مكعبات كيف وحطيتها فوق الدجاج تزيد الطيبه معاه، ما نخليوش يطيب ياسر باش ما يذوبش القرع ويذبل برشا. ليني بعد ما طابوا المكونات خرجتهم وفي نفس الطنجره حطيت زدت شويه زيت وحطيت كعبه ثوم مهرسه وحطيت عليها لهنا شويه سبناخ، نخليوه يذبل شويه ونخرجوه نعصروه مليح من الماء متاعو ونخرجوه. توا باش نحضروا العجين. خذيت 250 مليلتر حليب دافي، خذيت باكو خميرة 10 غرامات، لهني مغرفة سكر تعاون الخميرة على الاختمار، لهني عندي فنجان زيت، فنجان زيت زيتونة وإلا زيت نباتي اللي عندكم. لهني باش نزيد معاهم مغرفة كريم فريش عاقدة، نحط عليك الخليط ونخلطهم مع بعض. عندي 500 غرام فرينة غربلتها وحضرتها، نصبها الكل ونخلط ونعجن. مغرفة ملح صغيرة 7 غرامات تقريبا. نخلط المكونات الكل وبعد نبدأ نعجن مليح راهو العجينة هذه تحب العجنين. نعجنوها بالباهي حتى لين نشوفوها ارطابت. كيف نشوفوها ارطابت نلموها هكا بالباهي كما تشوفوا ونخليوها ترتاح. خذيت صحفة حطيت فيها شوية زيت باش ما تلصقليش عجينة في الصحفة ونغطيوها ونخليوها ترتاح تقريبا ربع ساعة مش أكثر، مش لازم نخليوها ترتاح برشا. هذايا الحشو اللي حضرناه، هذايا الدجاج والقرع وهذايا السبناخ وهذوما زوز أنواع متاع جبونات، جبن كتر فرماج وجبن موزاريلا. توا بعد ما ارتاحت العجينة نرش شوية فرينة على البلون دي ترافاي متاعي، نقص العجينة على 2 نحلوها بشوية وناخذ القلقال ونبدأ نحل ونستعين بالفرينة باش ما تلصقش في الرخامة. الفرينة تساعدنا على الحلان، كي نحطوا لها الفرينة تبدأ تتحل بسهولة العجينة. نعملوها رهيفة شوية ما نخليوهاش خشينة ياسر باش ما يجيناش برشا عجين في كعبة السوفلي. تقريبا متاع 2-3 مليمتر، لاني عندي هذايا القالب متاع السوفلي اختياري، راهو تنجموا تعملوا من غير قالب. حتى نوريكم كيفاش اللي ما عندوش قالب تنوريكم كيفاش نجموا تعملوا من غير القالب هذايا. حطيتها كما تشوفوا هكا فوق القالب، حطيت شويه جبن وبعد حطيت اللحم، ما نكثروش ياسر خاطر باش الكعبه ما ترفعش برشا خاطرها صغيره.
حطيت شوي سبناخ، من الفوق حطيت شوي جبن موزاريلا، مهم برشا زادا ندهنوا شوية العجينة هكا بشوية ماء يخلي العجينة تلصق في بعضها وما يخرجش الحشو. نعاونوها شوية نضغطوا عليها هكاكا بالباهي باش تلصق مليح. نزيد نوريكم كعبة أخرى. نحلوها شوية ونحطوها فوق القالب. ندهنوا بالماء عالداير باش تلصق وبعد نحطوا الحشو. ما نكثروش الحشو ونضغطوا هكاكا وتلصق الكعبة. هاك الماء يعاونها على اللصقان. نضغطوا هكاكا مليح. لهني حاب نوريكم استيوس باش تجيكم مزيانه ويعاونها الاستيوس هذيا باش يلصقوا مليح. ناخذوا اي دوره اي دايره عنا ونعاودوا نضغطوا عليها من الفوق، هذاك يخليها يلحم العجين في بعض ويلصق مليح في بعض. شوف كيفاش تطلع مزيانه ومستويه، يطلعون الكل مقطقط. ولكن ما عندناش قالب نجمو ناخذوا دايره ونطبعوا بالدايره. وكبروا الدايره انتم واش تحبوا هكا، تحبوا اكبر شويه، تحبوا اصغر شويه، كما تحبوا معناها. كيبدا معندناش قالب كيف ناخذوا هكا الدايره، ندهنوها بشويه ماء كالعاده ونحطوا الجبن والدجاج وشويه سبناخ وشويه جبن من الفوق. المهم ما نكثروش ياسر باش تتسكر لنا. ونهزو هكاكا بشويه ونسكروا من الوسط وبعد نبداو نهبطوا كيف ندخلك الحشو ونسكر وتطلع كيما اللي بالقالب، راهو ما تفرقش. كيف حتى اللي باليد تجي باهيه ومزيانه. وكيف بعد ما نكملوا نسكروها نضغطوا عليها بالطريقه هذه تجينا مستويه وتجي مزيانه. وهي طريقة أخرى إذا كان نحبوا نسكروها بالبيت، طريقة أخرى متاع تسكير كما بريك الدنوني نعملوها بالطريقة هذه. التسكيرة هذه كما متاع بريك الدنوني نسكروها بالطريقة هذه. حتى الطريقة هذه اليدوية مزيانة برشا تجي وتتسكر مليح، يعني ما تتحلش بالكل. وهذه هي الكعيبة متاعنا. تو نحطهم في طبق. خذيت لنا فص نتاع عظمة ومغرفة حليب وخلطتهم هكاكا بالباهي وبعد نعدي عليهم ندهنهم بالحليب، ندهنهم بقرفص العظمة يعطيهم اللقة، يعطيهم منظر مزيان ولقة. سخنت الفرن على 160 درجة وقعدوا يطيبوا تقريبا 20 دقيقة باش نحلوا كعبة ونشوفوا كيفاش جات. شوفوا ما شاء الله كيفاش الجبن يتجبد. بنا نودكم ومن شهيكم. ثم كعبة السوفلي متاعنا بعد ما حضروا. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسات، ان شاء الله تعملوها وتنجحوا فيها.
وانتم كان اول مرة تتعدوا على قناتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد، ونتلقى ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.